اهلا بيكم. النهارده معانا الاي دي 4، والحقيقه حابب اتكلم عليها لان الاي دي 4 من اكتر العربيات اللي نجحت في مصر، ونقدر نقول هي اللي حركت سوق السيارات الكهرباء كله في مصر بعد ما نزلت. العربيه دي اللي بيجيبها، يعني اولا اللي بيفكر يجيب العربيه دي يجيبها عشان عده حاجات. اي يعني حد مستخدم في مصر بيدور على عربيه بيدور عليها. اول حاجه ان هي عربيه اس يو في، عربيه كبيره، فاميلي كار من العيار الاول. جينا بصينا من جوه، مساحاتها هايله جدا من جوه، المساحات هايله وممتازه بشكل كبير جدا. قدام وورا طبعا فيها كل حاجه، الادابتيف كروز كنترول، قدامك الشاشه اللي بتشوف عليها كل حاجه، وهنا الانفوتينمنت سيستم واللي بيدعم برضو الابل كار بلاي، ودي من الحاجات اللي انا بشوفها مهمه جدا في العربيات عشان تخلي التجربه احسن. من ورا مساحات هايله جدا. خليني نرجع نشوف. عربية الليج روم هايلة، الهيد روم ممتازة، البانوراما دي بحبها قوي، بتخلي الاكسبيرينس في السواقة جميلة. يقعد 3 ورا مستريح، يعني انا قاعد هنا اهو، ولو قعدت هنا كمان انا قاعد مش متضايق، وكذلك فرص، فممكن 3 يقعدوا ارتياحية تماما. فعربية 5 سيتس هايلة. نيجي بقى للنقطة المهمة جدا لأي فاميلي كار. تعالوا اوريكم بقى الشنطة بتاعتها حجمها قد ايه. وهنا يمكن من الحاجات المهمه قوي، خاصه لو العربيه دي هتبقى بتسافر بيها تستخدمها كفاميلي كار. مساحات الشنطه زي ما احنا شايفين، مساحه هايله جدا ممتازه، تقدر تحط فيها حاجات كتير، الى جانب الاستورج اللي هنا برضو اللي ممكن تحط فيها البورتابل تشارجر بتاعك، او لو في كابل كمان. فالمساحات هايله جدا، فنقدر نقول ان دي فعلا من احلى عربيات الكهرباء اللي نزلت، ومن احلى عربيات الفاميلي كار اللي لازم تفكر فيها لو عايز تركب عربيه كهرباء في مصر. شكرا ليكم، شكرا فولكس فاجن.